صلي على النبي على حاجة عند عم عماد. ماشي، صواريخ الجزار سيدة زينب، شايفين الله أكبر. شيش، سجق، كفتة، ده ربع فرخة أهو. صلي على النبي. عايز أقول لكم الريحة تحفة، بس ما شاء الله شايفين النظافة، حاجة نظيفة جدا. والحواوشي أهو. ممكن تفتحوا كده تورينا بس كده الإيه الرغيف، وريني الناس. افتح كده نشوف اللحمة، وريني الناس اللحمة. الصلاة على النبي. الله أكبر. شغل بلدي كله بالصلاة على النبي. كله بلدي. كله بلدي بالصلاة على النبي. السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. شغل عالي جدا عند صواريخ الجزار في السيدة زينب. الله أكبر. شايفين الشغل؟ شايفين الكفتة بعد ما خلصت؟ بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. تحفة. كل اللحمة بلدي عندهم، اشتغلوا كله بلدي. عم عماد بقى يورينا، عرفنا كل حاجة، بس نوريكم الأكل الأول عامل ازاي عنده. الله أكبر عليه. عم عماد بنفسه بقى بيظبط الصواريخ. تسلم ايدك يا عم عماد. وكل الحاجة بتاعتك لحمة بلدي يا عم عماد. بأمر المولى عز وجل. يعني بص، تاكل وانت مطمن، انت بتاكل هنا لحمة محل بلدي. جزارة أصلا وقلبناه سندوتشات كده، وعندنا المحلات الجزارة بتاعتنا بيت اللحوم في عابدين. 5 فروع. بسم الله ما شاء الله. اوعى الشغل الجامد اهو. الشغل معانا احنا هنا كده بقى بيتسطر على الفحم بقى لما يستوي وينزل العيش بتاعه، يخش على الفحم يتسطر، ياخد التحميصه بتاعت العيش بتاعتنا الجميله ايه باللون الذهبي كده. الاول الاسعار بتاعتك جميله كمان يا عم عماد. نعمه من الله. يعني الواحد ياكل عندك لحمه مضمونه اللي هي اصلا من الجزار يعني. بأمر المولى عز وجل. انا بعمل كل حاجه عندي هنا على المفرمه بتاعتي بايديا، ما بجيبش اي حاجه جاهزه عندي. يعني من اول حاجه لاخر حاجه كله شغل ايدك انت. بفضل الله عز وجل. وبتعمل ايه تاني؟ كله فريش، يعني فراخ لحوم كله فريشات، ما بشتغلش انا شغل جاهز. شايفين الشغل اهو على النار اهو، ما شاء الله. يعني شايفين نظافه الحاجه، عامله ازاي. الله اكبر. تسلم ايدك يا عم عماد، ربنا يبارك لك. وبتعمل ايه تاني بقى يا عم عماد؟ عاوزين نوري الناس كده ونقول لهم يعني. عندنا كبده، كفته، سجق، حواوشي، شيش طاووق، بانيه مشوي وبانيه مقلي، لحمه ستيك، ريش ضاني، كندوزو بقى وضاني. عندي كفته لحمه كندوزو ضاني. تمام. عندي طواجن مشكله، طواجن لحمه بصل. عندي وجبات ميكس جريل، عندي وجبات تانية بتبقى مكونه من حاجات مشكله كده، كبده كفته سجق مع بعض، بيبقى ميكس على الجريل برضو. عندي ميكس مشاوي، كفته وطرب وشيش بيبقى مع بعض، وجبه ستيك. لا تسلم ايدك والله. ربنا يعينك. انت بقالك في المهنه دي بقالك قد ايه بقى كده يا عم عماد؟ نعم يا باشا. بقالك قد ايه في المهنه دي كده؟ اكتر من 40 سنه بأمر الله. الله اكبر، ربنا يديك الصحه. ربنا يعينك. من هنا بقى من امتى يا عم عماد المحل؟ احنا فاتحين من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. هو المحل كان شغال جزاره من 2007، بس انت حبيت هنا بقى تقدم بقى وجبات يعني. وامر المولى عز وجل تبقى سندوتشات اكتر من الوجبات. يعني هي الوجبات حضرتك بتبقى ايه يعني طلبات معينه اللي بتبقى وجبات عندي للطلبه والمغتربين والكلام ده كله اللي موجودين هنا في المنطقه، الموظفين العمال، الناس اللي خارجه من شغلها ساعه خروج الموظفين بالنهار. لا بس انت الصواريخ عندك عامله شغل الصراحه يعني. نعمه من رب العباد. لا وسعرها حلو يعني. الحمد لله. هنوري الناس الاسعار اهو 100 100. بأمر الله. والرقم طبعا الموجود دوت هو شغال. المحل اللي شغال وعندنا التوصيل لاي مكان. لاي مكان. بأمر الله. انت المدى بتاعك مفتوح بره بعد السيده زينب ولا في السيده زينب بس؟ بره السيده زينب. بنطلع لغايه مصر الجديده ومدينه نصر. لغايه مصر الجديده ومدينه نصر. والزمالك، بولاق، معادي. يعني محدش ليه حجه بقى يجي يدوق احلى صواريخ من عند الجزار. نعمه من الله حضرتك. ربنا يديك الصحه. ربنا يحفظك ويعزك معلم. ده فاتح للساعه كام بقى يا عماد؟ من 3 ل 3 بأمر الله. من 3 ل 3 بأمر المولى عز وجل. كل يوم؟ من 3 العصر كل اسبوع، من 3 العصر ل 3 الصبح. الله اكبر. الصواريخ بعد ما خلصت. تسلم ايدك يا عم عماد. تسلم عم عماد هو اللي عاملها بنفسه يعني. بص، احلى طعم تاكله بايد عم عماد.
اصل المهنه بقى. لا انت سمعتك هنا بسم الله ما شاء الله يعني، ده اللي خلاني عاوز اصور معاك والله. ربنا يخليك، تسلم لي، انا اتشرفت بيك وان انا اوصل للناس حاجه جميله زي كده. شايفين؟ الله اكبر. بكام بقى الصاروخ ده يا عماد؟ الكفته ب 20، الطرب ب 30، شيش طاووق او بانيه ب 30، مشوي او مقلي شيش بانيه. وبنأكد لحمه بلدي يعني، بص ب 20 جنيه بتاكل صاروخ لحمه بلدي 100 100. اول الستيك عندي بيبقى غالبا من الفليتو او الانتركوت، يعني الفليتو او اللحمه الانتركوت اغلى حاجه في الذبيحه وانعم حاجه، يعني اسرع حته لحمه في الدنيا. حته طبعا مفيش بعد الكلام بعد كده. ودي ربع فرخه اهو. شايفين النظافه والحلاوه، الشغل العالي بيتكلم عن نفسه. الله اكبر. شايفين دي وجبه الكفته بقى هنا عند عم عماد صواريخ الجزار، عباره عن كفته ورز سلطه خضراء وطحينه، شغل جامد. شايفين النظافه، شايفين الرز، كفته عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا. لسه هنوريك وجبات تاني. الطبق ده كده، قول لي الطبق ده بقى ايه يا عم عماد؟ ربع فرخه مع تلت كفته مع تمن كفته. بكام ده بقى يا عم عماد؟ ده الربع فرخه الورك 55 والرز 15 والكفته 40. بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبق يستاهل اهو يعني. تقدر تعمل الميكس اللي انت عايزه والتشكيله اللي انت عايزها في السندوتشات او في الوجبات زي ما انت عايز. يعني ممكن نحط سيخ كفته واحد، ممكن نحط 2، ممكن نحط 10 حسب الطلب. ربع فرخه ماشي، صدر او ورك، كل حاجه مباحه. يعني اي حد عاوز اي حاجه انت بتحققها له من الاخر. المولى عز وجل. تسلم ايدك يا عم عماد. لا بس عاوزك دلوقتي تشرح لي الحواوشي الجامد اللي عندك هنا. انا عارف انت بتحط عليه جبن. عندي حواوشي بيتزا كمان. عندي رغيف حواوشي بيتزا بيبتدي من 40. معانا رغيف الحواوشي ممكن يوصل معانا اكتر من 100 جنيه حسب الطلب. يعني ممكن الاضافات في الحواوشي معانا ميكس جبن، معانا ميكس لحوم، ميكس فراخ، سجق، حواوشي بالجبنه، بس حواوشي بجبنه وطماطم وفلفل وزيتون حسب الطلب. كل حاجه بفضل الله بتبقى موجوده. شايفين ده الحواوشي اهو. ده الحواوشي الساده عندنا ب 25 بدايه الحواوشي. نفتح كده ونوري الناس كده اللحمه الجميله بتاعتك. الله اكبر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. لحمه بلدي. دي الحشوايه بدايه الرغيف عندنا من 25. لحمه بلدي ولحمه مش شغط ودهن وبصل والكلام ده كله، لحمه فقط لا غير. لا ما هي باين عليها. الحاجه اللي احنا ناكلها ناكلها للناس، ناكلها لاولاد الناس زي ما بناكل ولادنا بالظبط. يعني انا ببيعه ادي لاولادي بالظبط على طول في البيت، ما اعملش حاجه مختلفه عن اللي انا ببيعها. حضرتك يا عم عماد تقول للناس كده الصواني اللي عندك. عندي صينيه جلاش باللحمه المفرومه، عندي صينيه رقاق باللحمه المفرومه، عندي صينيه مكرونه بشاميل، عندي صينيه رز معمر، عندنا طواجن بقى مشكل وطواجن لحمه بالبصل، طواجن لحمه بالباميه، طواجن لحمه ببطاطس. بس الطواجن والصواني الحاجات دي بتبقى بالحجز المسبق قبل منها مثلا بثلاث 4 ساعات، لو في عزومه كبيره ولا حاجه بيبقى فيها بيوم او بيومين نتفق عليها. طب نعرف بقى المكان فين بالظبط عشان الناس. 28 شارع مبتديان، نهايه شارع منصور، وسط شارع تقاطع منصور وشارع حلوان. 28 شارع مبتديان السيده زينب. تمام. مصيد منصور وحلوان، تقاطع ما بين منصور وحلوان. استمتع من عندك دايما يا عم عماد. احلى صواريخ من عند الجزار. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا جدا ليك واتشرفت بيك. قائمة الاسعار عند صواريخ الجزار. عماد عامل بسعر حلو. شايفين اسعار الصواريخ، حواوشي، لحمه كلها بلدي، مشويات، كل ده لحمه بلدي. ده رقم التليفون عشان تطلبوا احلى اكل، تطلبوا احلى صواريخ. وهنخش نوريكم بردك الوجبات، وهنوريكم بردك الطواجن عنده اسعارها ممتازه. تطلبوا استمتعوا احلى اكل من عند صواريخ الجزار. لحمه كلها بلدي وشغل فاخر من الاخر. دي قائمه الاسعار الطواجن صواريخ الجزار عند عم عماد. اسعارها جميله وكويسه، والاحلى والاحلى بقى الاكل الموجود. بدون خدمه 100 100 الصراحه. كلها لحمه بلدي بسم الله ما شاء الله يعني. الف هنا.